السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكل خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، انا جبت كيلو البطاطس دوت وسلقته في الميه وسبته لما برد. هو خد وقت في السليق مش عارفه ليه عيال، بس يلا. وسبتها بقى لما بردت، بس انا الظاهر سبتها كتير قوي لان هي لما بردت انا دلوقتي حاولت ان انا اهرسها. هي هتاخد معايا وقت بس انا لان انا كنت هعملها حاجه بس جينا لاخر لحظه طلبوا مني حاجه تانية، فقلت يلا يا بت مش مشكله. هتقولوا لي ايه الحاجه التانية؟ هقول لكم اصبروا بس، حاجه هتعجبكم قوي 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 بقى، ما اقولكوش يعني طعم وريحه وحاجه من الاخر، فاخر من الاخر. بس انا دلوقتي قاعده بس اما اهرسها الاول لان هي خدت في ايديا وقت كتير. ودي بقى نصيحه هنصحها لكل واحده فيكم اما تيجي تسلقي بطاطس اهرسيها وهي سخنه، ما تسيبهاش اما تبرد زي كده. على العموم انا بعد ما قعدت اهرس فيها لما دراعي اتخدل جبت معلقه السمنه دي وقاعده بقى مش قادره اقول لكم يا كتاكيتي دراعي وجعني. ودي نصيحه، اوعي لما تيجي تسلقي بطاطس سيبها تبرد قوي. وادي ملح وفلفل ومعلقه بهارات، قلبتهم على بعض كده كتاكيتي. قلت بنت حطيهم و كنت هنسى ربطتين بقدونس. ربطتين البقدونس دول برضو بيودوا الطعم في حته تانية خالص. هتقولي لي هو ايه ده؟ طبعا زمان دلوقتي بتقولوا هو ايه ده؟ دي بقى فطاير بالبطاطس. على قد ما هي حد هيقول لي بطاطس وبطاطس، لا بس طعمها تحفه. يعني في ناس ساعات تقول لك ايه البطاطس المسلوقه المهروسه ديت، لا ما بحبهاش، لا 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 مش هاكلها، لا 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 لا. في ناس تقول لك لا، بس صدقوني طعمها تحفه، تحفه بمعنى كلمه تحفه. اللي هتجربها هتدعي لي. بصوا انا هقعد بقى كده افركها لما بصوا، يعني انا بختصر لكم في الفيديو، بس انا على بال ما وصلت لي الحته دي صدقوني دراعي مش قادره اقول لكم. لما بقت كده بصوا كريمي كده خلاص انا وصلتها كده ان هي بقت كريمي كده وحلوه كده وناعمه معايا كتاكيتي. وحطيت توابلي وحطيت البقدونس وظبطت الدنيا، خليتها كده كريمي، عارفين حاجه كده ناعمه. بقت البطاطس كده ناعمه. رحت بقى جايبه نص كيلو جلاش. والله العظيم النص كيلو دوت عشانا وهيصنا وشهيصنا وانبسطنا. بس هقولكوا بقى ازاي تتعمل وازاي التركات بتاعتها عشان تطلع طعم وريحه ومش هتبطلي تعمليها. يعني اللي هتعملها مره وتدوقها اتحداكي لو بطلتي تعمليها. جميله 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 جميله. ممكن تعمليها على الغدا مع حبه سلطه، على عشاء. ممكن تعملي كميه كده وانت طالعه على البحر. حلوه 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 يعني. بس هي بتبقى خطواتها، يعني لازم تمشي بالخطوات بالظبط. ومش هوصيكي طبعا ان انت وانت بتاخدي كده ورق الجلاش لازم تحطيه. بصوا هحط كده اول طبقه وتكوني بقى مجهزه جنبك شويه سمنه او زبده. ويا سلام بقى لو كانت زبده يا كتاكيتي ما اقولكوش، مفيش احسن من الزبده. بس طبعا اللي ما عندهاش زبده عادي تمشي نفسها في حته سمنه، بس ما يستحبش يعني انك تحطي في الوصفه دي زيت، لان السمنه او الزبده بتخلي لها طعم وريحه. وخصوصا ده اللهم صل على النبي، خصوصا الزبده. تقعدي بقى تدهني كده اول طبقه وتحطي الطبقه الثانيه عليها. انا وانا بحط كده مش قادره اقول لكم الجيش اللي واقف ورايا، بس يلا هخزوقهم. قلت بقى ادهني الطبقه ديت وهاجي حاطه. بص انا في الوصفه دي بحط 3 طبقات عشان لما تطيب تبقى عامله زي الفطير كده اللي محشي، يبقى مورق. يعني الجلاش ده عشان تخليه كده لما تعمليه كده يبقى عامل زي الفطير كده مورق، لازم تحطي بين الطبقات. سواء هتعمليه في صينيه، سواء هتعمليه فطيره زي دلوقتي كده. بصوا بقى الحشوه بقى اللي انا ظبطتها، اقسم لكم بالله التوابل مع البقدونس مع البطاطس كده وانا بحطها ريحتها طعم. من الحق عاوز اقول لكم على حاجه نسيت اقول لكم عليها.
لو عندك كزبره ناشفه ابقى حطي، بس انا بصراحه ما حطيتش كزبره ناشفه عشان ما عنديش كزبره ناشفه. بس انت لو عندك كزبره ناشفه حطي لك معلقه كزبره ناشفه، هتخلي الدنيا برضو ايه احلى واحلى. بس انا ما كانش عندي صراحه كده، بس مشيت نفسي باللي عندي، مش مشكله عادي. بصوا بقى هقلبها كده وبرضو ايه هظبط. بص ما بسيبش حته الا لما بتهلها، بص من كل حته. واللي بقى عامله رجيم ما تاكليش منها يا حبيبتي. يعني انت عاوزه تبوظي الرجيم بتاعك بوظيه في اليوم اللي انت هتعمليها فيه، لان على قد ما هي دسمه بس لذيذه لذاذه. واللذاذه بتاعتها بقى يا عيال لو كلتوها سخنه يا خرابي يا خرابي، تحسي كده ان انت تاكلي تدهري على طول، تيجي نايمه لك ساعتين 3. مش قادره اقول لكم. بصوا اهي انا عملتها كده زي الفطيره معايا اهي، ومحضره بقى ايه طبق جنبي كده اللي اعملها هحطها عليه. بس صدقوني النص كيلو جلاش عمل كميه محترمه. بصوا اهي هركنها واعمل واحده كمان. بس بقول لكم اللي هي عامله رجيم ما تاكلهاش، واللي هي او مثلا ممكن تاكلها يوم الفري بتاعها. ولو ان احنا كلنا لما بنبقى عاملين رجيم او نشوف اكله حلوه نقول انا هعتبر اليوم ده اليوم الفري. وفي ناس ساعات بتاخد الاسبوع كله فري، والله تقول لك يلا مش مشكله النهارده اليوم الفري بتاعي، وتيجي واكله. تيجي تاني يوم تقول لك ايه يلا مش مشكله اليوم الفري، بتلاقي الاسبوع كله فري، وتلاقيها طلعت من اخر الاسبوع زايده لها 4-5 كيلو. اصل لان دي بتحصل معايا انا اول واحده بصراحه. يعني انا انسي ان انا بعد ما اعمل الاكله دي واحنا دلوقتي بالليل ان انا تقولي لي ما تاكليش منها. لا انا هاكل منها، انا طفصه وبحب الاكل وهاكل منها. انا طفصه وهاكل وبحب الاكله دي اكلها سخنه. وعاوزه اقول لكم على حاجه، انا لو كان عندي شويه جبنه موتزاريلا كنت حطيت عليها كمان، يعني كنت زودت، بس ما رضيتش احط جبنه عشان خاطر الكتاكيت اللي عندنا في البيت ما يتخنقوش مني، لان هما بصراحه ما بيحبوش الجبنه، ما بيحبوش الجبنه الموتزاريلا في الاكل، لكن انا بموت فيها. بس انا في الاونه الاخيره حسيت نفسي ان انا كنت قليله الذوق معاهم، دايما بعمل اللي انا عاوزاه وهما مش مشكله اللي احطه لهم اقول لهم كلوه. فحسيت ان هي قله ذوق صراحه يا جماعه مني، فقلت بلاش يا بنت غلاسه وغتاتة، لا حرام. يلا مش مشكله بناقص ابقي اعملي في وسط الاسبوع حاجه وحطي فيها جبنه، بلاش اسلوب الدكتاتوريه دي في الاكل عشان دي حاجه تخنق. لان انا حسيت بصراحه ان هم اتخانقوا مني، يعني احط الاكل يبصوا لي كده يا عيال عاوزين يقولوا لي يعني نقوم نحدفك من البلكونه ولا نعمل فيك ايه؟ انت حتى الاكل حتى غتاتك في الاكل، يعني الغتاتة في كل حاجه حتى الاكل. فانا ما رضيتش اغلس واحط جبنه. المهم عملت الثانيه، هروح بقى اكمل بقيه الكميه وارجع اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم على طول، مش هغيب. بصوا انا ما غيبتش اهو في ثانيه. ده بقى نص كيلو جلاش. بصوا عمل كام فطيره، بصوا عمل كام واحده، يعني ربنا. بص هو نص كيلو جلاش مع كيلو بطاطس هتعملي احلى عشوه وعلى ضمانتي وطعمها زي العسل. ما تنسيش بقى كده وانت قاعده ما تبخليش علينا باللايك والاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفها، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. شوفوا بقى اللي عندها فرنها حلو وجميل تدخلهم كده على الفرن مره واحده، واللي الفرن بتاعها وحش ورايح في داهيه زي الفرن بتاعنا تولعين البوتاجاز زي ما انا عملت كده، وتيجي جايبه الطاسه الحلوه الاموره دي. ولو كانت طاسه اكبر من كده ان انت تحطي فيها 2 مع بعض يبقى كويس قوي عشان تنجزي وما تتخنقيش. وهي دهنه مره واحده بس، او مثلا وانت بتعملي هتديها كمان دهنه وانت بتطيبيه في نص الطياب، يعني بعد ما تعملي لك كده ايه 3-4 ممكن تحتاجي ان انت تدهنيها كمان دهنه، ماشي. بس طبعا لو كانت الطاسه اكبر فانت هتحطي فيها 2، او اكبر هتحطي فيها 3 كل واحده. او مثلا الصواني اللي بس فيها البيتزا اللي هي بتبقى الاكل ما بيلزقش فيها ممكن تحطي لك 4، وعلى البوتاجاز برضو وتغطيها وهتديكي نفس النتيجه، وهيطلع طعمها يا كتاكيتي زي العسل زي العسل زي العسل. اللي لسه بقى ايه اللي زهقت اساسا من الطبيخ وزهقت من اللحمه والرز والفراخ والسمك وكل الحاجات دي، اعملي الفطاير دي. او كمان لو انت طالعه على البحر بعيالك اعملي لك حبه كده كويسين محترمين وعبيهم
واطلعي على البحر. بصوا انا هنا اهي عملتها واحمرت من ناحيه، بس لازم دي تستوي على نار هاديه على البوتاجاز، ما تعليش النار عشان ما يطلعش ناشف ومقلحف منك. بصوا طالع مش قادره اقول لكم، عامل زي الفطير المشلتت يعني والله العظيم. ادين طلعت 2. الصغيره بقى اللي انا كنت مطلعاها دي كانت اخر واحده وانا بخلص. نسيت اقول لكم عليها، تصدقوا طلعتها على طول، بس هتلاقي في واحده رفيعه كده، دي كانت اخر ورقه جلاش، وكانت واحده بس، فانا تنيتها على 2 وعملتها كده زي اللور الطويل، بس هي عدت. معرفش ان كنتوا انتوا خدتوا بالكم ولا لا، بس اكيد انتوا خدتوا بالكم. انا عارفاكوا اذكياء، عارفاكوا اذكياء. بصوا انا حطيت دي كده، هقلبها بقى، قلت اقلب واحده كمان اهي. بس وانت بتقلبي يعني ايه، خليكي حنينه عليها، عشان ايوه كده، عشان خاطر هي بتبقى دايبه. بس ما اقولكوش والله العظيم وهي على البوتاجاز كده ريحتها تحفه تحفه تحفه. اللي لسه ما عملتش غداها تقوم كده تشطري وتعمليها مع بقى ايه، حبه سلطه، حبه جرجير زي لو بتحبي الجرجير زي طبق مخلل بقى، خيار، مخلل بتنجان، اي مخلل وخلاص. بس بلاش اللي عندهم ضغط، ولا اقول لكم لو عايزه تاكلي يلا ما تحرميش نفسك، خدي حبات الضغط وكلي المخلل عادي ولا يهمك. بس لو حصل لك حاجه انا مش مسؤوله، ماشي؟ يلا. بس هحط التانيه وهسيبها برده كده اهي، شايفين؟ طبعا الطاسه صغيره، انا ما عنديش طاسه كبيره، لو كان عندي طاسه كبيره كنت حطيت 2 3، بس هي دي الصغيره اللي عندنا، اللي انا ممكن اامن ان هي ما تبص في ايدي. احنا عندنا الكبار بس الالومنيوم. بصوا بقى خلصت الكميه، شايفين اللور اللي هو الرفيع ده، دي كانت اخر واحده يا عيال، اللي انا لفتها اخر حته وهقطعها لكم دلوقتي. شايفينها انا حطاها على الوش، دي كانت اخر ورقه ماشي، عشان ما فضلش اللي هي، فجيتني تانيها على 2 وعاملاها زي ايه، زي لور كده مطول. بس بصوا دي اكتر حاجه هبدا بيها، حلوه حلاوه يا عيال. والبطاطس كده مع التوابل مع البقدونس، شايفه عملتي من نص كيلو جلاش، عملتي كميه قد ايه؟ الصينيه دي بقى في ورايا كتاكيت مستنيين ورايا عشان الصينيه دي تتحط وكله يهجم على الصينيه، بس انا هسيبهم شويه عشان قلت للاستاذ فيدو يروح يجيب لي جرجير، ما رضاش يروح يجيب الجرجير، فانا لازم اذلهم شويه، اسيبها كده على البوتاجاز كده واقعد اوصف في جمالها واوصف في حلاوتها، وهم ورايا واقفين بيتقطعوا عشان انا كلامي ما بيتسمعش. قلت له يا ابني روح هات لي جرجير، يا حبيبي روح هات لي جرجير. يقول لي انت ايه ما تزرعيش جرجير؟ نزرعوا لي الجرجير في البلكونه، الدنيا حر، كل من غير جرجير. فقلت طيب ماشي، خدتها كده في قلبي وقلت والله العظيم والله العظيم ما هعديها لك، لازم انشف ريقك زي ما نشفت ريقي. المهم انا ماسكه الصينيه دلوقتي وهم قاعدين يشدوا في هدومي. انتوا شايفين الصينيه بتتهز ازاي، وكله قاعد يشد في ايديا، الصينيه بتتهز والله العظيم. انا ما اعرفش كنتوا واخدين بالكم ولا لا، وانا عاطياها طناش طناش، قاعده اوصف في جمالها واقول يا لهوي على الريحه والحلاوه. ايه ده فطير مشلتت، حاجه ما اقولكوش يا عيال، ما اقولكوش طعم وريحه وحلاوه. دي بقى تاكليها على العشاء ماشي، تاكليها على الغدا ماشي، رايحه البحر اعملي لك كميه محترمه بدل ما تشتري سندوتشات جاهزه غاليه. وبصوا طعمها تحفه، جربيها ولو عجبك طعمها ما تنسيش بقى في لايك حلو وتعليق حلو ودعوه حلوه ليا، عشان محتاجه الدنيا بحالها تدعي لي. واللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه. ربنا كده يجعل يومكم كله خير. انتوا شايفين الصينيه بتتهز ازاي، اقسم بالله كلهم قاعدين يشدوا في هدومي. يلا ربنا يجعل يومكم كله خير وسعاده وهنا، واللي نفسه في حاجه يحققها يا رب. سلام يا كتاكيتي.